ميلانسينول كريم، الكريم الاكتر محبه ليا الصراحه في الشتاء ده، مش عارفه ليه مش قادره ان انا اسيبه. تعالوا نعرف كل حاجه عنه، يلا بينا. ميلانسينول هو اللي انا استخدمته ده كريم، في منه طبعا جل قوامه اخف بكتير، بس انا بصراحه في الشتاء حبيت ان انا استخدم الكريم لان ترطيبه بالنسبه لي عالي جدا، ما طلعليش اي حبوب خالص. وطبعا في 5% بانسينول، دي نسبه عظمه 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 للترطيب. في كمان لوز، في الانتوين، في سيراميد، في فيتامين اي. بصراحه كوليكشن كده جميل جدا جدا، بيعمل تناغم كده على ترطيب البشره من الداخل. يعني معظم مرطبات البشره الدهنيه والمختلطه كنت بحس انها بتعمل لي زي ترطيب كده خارجي، لكن بصراحه ده بحس ان هو بيدخل جوه، بيخلي البشره مرنه حتى مهما الجو ساقع، في خشونه الموضوع ده بيخلص خالص. بصوا هي دي الكميه اللي بحطها للوش كله. بيمتص بسرعه جدا جدا، ولا بيعرق ولا بيضايق، ولا بحس بعديه ان انا محتاجه اي مرطب تاني بصراحه. كمان لاحظت ان هو بيعمل تفتيح للبشره بدون اي مجهود خالص. بطبقه على الرقبه، بحس ان هو برده بيفتح لي الرقبه، اي مكان في الجسم. طبعا الاماكن الناشفه قوي، الركب والاكواع دي مش هجيب معاها نتيجه قوي، بس انا بكلمكم على المناطق التانية بالجسم. جميل جدا جدا. واحلى حاجه فيه كمان ان هو فيه نسبه عطر خفيفه جدا. كنت اتمنى بصراحه ان هم يشيلوه، اتمنى فعلا، بطالبهم ان هم يشيلوه علشان يبقى بصراحه اقدر اديله 10 من 10. دي كانت تجربتي مع كريم بانسينول. لو انت معاكي تجربه اكتبي لنا في الكومنتات، لو حاباني اجرب اي نوع تاني مرطب اكتبي لنا برضه في الكومنتات.